بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض شرح ثيم 3 يونت 3 في كونسبت 3.1. ان شاء الله النهارده هنبدأ نشرح مع بعض ليسون 2 او تاني درس معانا في الكونسبت اللي هو 3.1. طبعا عشان نفتكر الكونسبت ده كان بيتكلم عن ايه، كان بيتكلم عن هيدروسفير اند بايوسفير انتراكشنز، يعني التفاعلات اللي بتحصل ما بين الغلاف المائي والغلاف الحيوي. طبعا في البداية احب افكركم ما ننساش الادوات بتاعتنا. هطلع فاصل صغير تجيبوا الادوات بتاعتكم وتيجوا تتابعوا حلقة النهاردة للنهاية. في ليسون 2 هنبدأ بسؤالين كده كريفيجن أو كمراجعة على الأجزاء اللي شرحناها في الحلقة اللي فاتت. بيقول لي put right or wrong، ضع علامة صح أو خطأ. The components of ears can be classified into hydrosphere and biosphere only. يعني مكونات الأرض هتتقسم لحاجتين اتنين بس، هيدروسفير اللي هو الغلاف المائي وبايوسفير اللي هو الغلاف الحيوي فقط. only يعني فقط، يعني بس، يعني رايت ولا رونج؟ برافو عليكم، رونج. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان العلماء اتفقوا على ان الايرز are classified into 4 main spheres اللي هم الجيوسفير والاتموسفير والهيدروسفير والبايوسفير. يبقى السؤال ده غلط. طيب oceans and seas are considered as a part of the atmosphere. المحيطات والبحار جزء من الغلاف الجوي. ايه رأيكم؟ طبعا الكلام ده رونج. ليه؟ لان البحار والمحيطات ميه، والميه تبع مين؟ تبع الهيدروسفير مش الاتموسفير. يبقى الكلام ده برضو رونج. طيب تعالوا نروح للجزء اللي بعد كده. بيقول لي in this activity، في النشاط دوت you are going to observe some components of an environment around you and classify them into the 4 main groups you have learned, which are geosphere, hydrosphere, biosphere and atmosphere. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الاكتيفيتي دي انت هتروح تلاحظ المكونات اللي موجودة في البيئة اللي هنعرضها عليك وتقسمهم لأربع مجموعات أساسية، اللي هم الجيوسفير أي حاجة متعلقة بالأرض، لاند يعني أرض، هيدروسفير أي حاجة متعلقة بالماء، بايوسفير أي حاجة متعلقة بالحياة أو بالكائنات الحية، اتموسفير أي حاجة متعلقة بالغلاف الجوي اللي هو الهواء. تمام كده؟ طيب تعالى كده تخيل إن أنت واقف في environment أو في بيئة شبه اللي قدامك دي بالظبط. بيقولي imagine that you are at a park. تخيل إنك في حديقة as shown in the opposite picture، زي اللي معروضة قدامك في الصورة. We can classify living organisms and non-living things in the previous picture as shown in the following table. يعني نقدر نصنف الكائنات الحية والأشياء الغير حية اللي موجودة في الصورة ديت في الجدول اللي جاي. طب تعالى كده نشوف التيبل بتاعنا ونشوف هنقسم الكائنات الحية دي ازاي والأشياء الغير حية ازاي. قال لي أولا التيبل بتاعي هيبقى مكون من 4 columns، 4 أعمدة، واحد للجيوسفير، واحد للهيدروسفير، واحد للبايوسفير، واحد للاتموسفير. طيب بيقول لي الجيوسفير ايه الاشياء المتعلقة بالارض عندك؟ قلت له عندي سويل اند روكس، عندي تربة وعندي صخور. في حاجة تانية؟ لا. طيب ايه الاشياء المتعلقة بالماء او بالمياه؟ قال لي في عندي بركة مية هنا. قال لي فعلا عندي بوتل. طب فين الكائنات الحية اللي في الصورة؟ قال لي boy, tree, girl, birds, butterfly, grasses, flowers. يعني عندي ولد وبنت وشجرة وفراشة وزهور وعصافير أو طيور. قال لي طب إيه الأشياء المتعلقة بالأتموسفير، بالغلاف الجوي؟ قال لي في عندي wind، عندي رياح. طب عرفت منين إن في رياح؟ قال لي that move
the leaves اللي بتحرك الورق بتاع الشجر، ما انا شايف الورق طاير في الهواء. ايه تاني؟ قال لي breathing of humans and animals، التنفس، عملية التنفس اللي بيعملها الإنسان أو الكائنات الحية، ما هو بيحتاج فيها أكسجين، صح كده؟ يبقى أكيد من ضمن الكومبوننت أو من ضمن المكونات بتاعة الهواء في أكسجين، عشان كده هما بيتنفسوا، صح كده يا شباب؟ كده يبقى احنا عملنا كلاسيفيكيشن، عملنا تصنيف للأربع أغلفة بتوعنا، عرفنا كل غلاف إيه الكومبوننتس أو المكونات اللي موجودة فيه. طيب ايه رأيكم بقى تاخدوا انتوا سؤال وتجاوبوا لنا عليه؟ check your understanding، يعني سؤال اختبار فهم، وهستنى الإجابات بتاعتكم في الكومنتس أو في التعليقات اللي أسفل الفيديو. بيقول لي معاك rivers, insects, mountains, seas, deserts, crocodiles, wind، أنهار، حشرات، جبال، بحار، صحاري أو صحراء يعني، crocodiles اللي هي التماسيح، وwind اللي هي الرياح. عايزك تختار من الكلمات ديت الاشياء اللي تبع البايوسفير وتحطها معاها، واللي تبع الجيوسفير وتحطها معاها، واللي تبع الاتموسفير وتحطها معاها، واللي تبع الهيدروسفير وتحطها معاها. يلا يا شباب نوقف الفيديو لحظة، نقرا الكلمات اللي موجودة قدامنا كويس، ونبتدي نعمل لها كلاسيفيكيشن او نعمل لها تصنيف، نصنف كل كلمة تبع النوع بتاعها. يلا عشان اتأكد ان انتوا فاهمين الليسون بتاعنا كويس. ولحد هنا يا شباب هتكون حلقة النهارده خلصت، بتمنى لكم كل التوفيق، ويا رب اكون قدرت افيدكم، ويا رب اكون قدرت ابسط لكم المعلومات على قد ما اقدر، واشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.